آخر سؤال، إيه الفرق بين الفينادون والترياكتين؟ الفينادون بيحتوي على ديكساميثازون وده نوع من أنواع الكورتيزون وبيشتغل كمضاد قوي للالتهابات والحساسية، وكمان عليه كلورفيدرامين وده مضاد للهستامين وبيعالج أعراض الحساسية زي العطس والحكة. ومن آثاره الجانبية زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل وزيادة الشهية وده بيظهر بشكل ملحوظ في مناطق الوجه والبطن. كمان عليه ترياكتين وده بيحتوي على المادة الفعالة السايبروهيبتادين ودي مادة مضادة للهستامين وبتعالج الحساسية. والمميز في الترياكتين إنه بيقلل إفراز الهرمون المسؤول عن الشعور بالشبع وده بيخلي الشهية تزيد بشكل واضح، وبيستخدمه الناس لزيادة الوزن بسبب تأثيره على الشهية. والفرق الأساسي إن الفنادول بيعالج الالتهابات الشديدة والحساسية بشكل أقوى، لكنه بيحتوي على كورتيزون وليه آثار جانبية زي احتباس السوائل وزيادة الوزن. أما الترياكتين فبيعالج الحساسية بشكل بسيط وبيزود الشهية بشكل ملحوظ، لكنه ما بيحتويش على كورتيزون. والخلاصة لو الهدف هو علاج الالتهابات القوية والحساسية الشديدة فالفينادون هو الأنسب. أما لو المشكلة هي الحساسية العادية مع رغبة في زيادة الشهية فالكرياتين بيكون هو الحل.